تخيل معايا دخلت موقع تسوق لأول مرة زي أمازون مثلا أو أي حاجة. كل حاجة كانت بتاخد وقتها في التحميل، الصور تقيلة، المنتجات بتظهر واحدة واحدة، الموقع بطيء شوية. المهم إن أنت قعدت مستني لحد ما كل حاجة اتحملت والدنيا زي الفل. بس لما رجعت تاني بعد ساعة أو بعد يوم لقيت الموقع بيفتح بسرعة خيالية، الصور ظهرت على طول، الصفحات اتفتحت كأنها محفوظة عندك على الجهاز. سألت نفسك إيه السر ورا السرعة دي؟ أنا بقى النهاردة جاي أقولك إيه السر ده، وده كله بفضل حاجة اسمها الكاش. وفي الفيديو ده هنعرف سوا ايه هي الكاش وليه بيخلي الموقع بتاعنا اسرع بكتير. تخيل ان المتصفح بتاعك عنده درج صغير، بحيث لما بتدخل الموقع المتصفح بياخد نسخة من الصور، ملفات السي اس اس، اكواد الجافا سكريبت، بيحطهم في الدرج ده، بحيث لما ترجع للموقع تاني بدل ما ينزل الملفات دي من النت من اول وجديد، لا، المتصفح بيدلعها من الدرج بسرعة. زي لما تكون كده بتذاكر فتعمل ملخص، بحيث لما تيجي تذاكر تاني ما تذاكرش من اول وجديد، بالعكس تقرا الملخص وتخلص بسرعة. عندك مثال على كده مثلا الفيسبوك او تويتر، الصور مش بتحمل كل مره من النت من اول وجديد، بالعكس بيستخدم درج الكاش بتاعه. تخيل معايا بقى عندنا مكتبه كبيره جدا، كل ما حد يجي يطلب كتاب معين بدل ما الموظف يدور في كل رف شويه، لا، هو عامل نسخه جاهزه من الكتب المطلوبه، الكتب الاكثر طلبا، حاططهم على ترابيزه مخصوص. عندنا بقى السيرفر بيعمل نفس الحوار، بيخزن نسخه جاهزه من الصفحات الموقع اللي بتطلب كتير، وبالتالي بدل ما يعيد يركب الصفحه من اول وجديد كل مره، لا، بيديك النسخه الجاهزه بسرعه. وابسط مثال على الكلام دوت مواقع الاخبار اللي صفحاتها بتتحدث باستمرار، بتستخدم الكاش دوت عشان تخلي الصفحه الرئيسيه بتاعتها تفتح بسرعه. تخيل معايا بقى انت في مصر وعايز تسمع فيلم في امريكا، لو الفيلم بيجي من بعيد هياخد وقت طويل، لكن لو في نسخه من الفيلم دوت مخزنه في حته قريبه منك تقدر تشوفه بسرعه ومن غير تاخير. دي نفس فكره شبكات التوزيع المحتوى اللي هي السي دي ان، بتشتغل بنفس الفكره دي. دي سيرفرات موزعة في أنحاء العالم بتخزن نسخة من ملفات الموقع زي الصور والفيديوهات، بحيث لما تطلبها السيرفر قريب منك بيبعتها لك بسرعة. وأكبر مثال على كده فيديوهات اليوتيوب، بتبدأ بسرعة مش بسبب النت، لكن بسبب سيرفرات قريبة منك مخزنة نسخ من الفيديوهات دي. تخيل معايا بقى إن عندك شنطة صغيرة بتحط فيها حاجات مهمة ليك زي ألوانك المفضلة، اللغة اللي بتحبها في المواقع، أو شوية بيانات كتبتها. ده بالظبط دور اللوكال ستورج والسيشن ستورج في المتصفح، هم دول اللي بيخلوا الموقع يفتكرك حتى لو النت كان فصل او بطيء. الفرق ما بينهم بس ان اللوكال ستورج الشنطه دي معاك دايما، اما السيشن ستورج فدي شنطه مؤقته بتختفي اول ما تقفل التبويب. عندنا بقى نوعين لتحميل الكاش. النوع الاول اونلود، وده الموقع بيحمل كل الملفات اللي محتاجها اول ما تفتح الصفحه، يعني مثلا موقع صغير فيه صور وايقونات بيحملهم كلهم مره واحده اول ما تفتح الموقع. عندنا النوع الثاني اون ديماند، وده الموقع بيحمل الملفات او البيانات لما المستخدم يطلبها. يعني مثلا انت فاتح موقع فيه فيديوهات كتير، الفيديو اللي اتفرجت عليه مش بيتحمل غير لما تطلبه، يعني لما تيجي تتفرج على الفيديو بيحمل، غير كده مش بيحمل. ومن اكبر مشاكل الكاش انه بيخزن نسخه قديمه من الموقع، يعني مثلا لو الموقع غير اللوجو بتاعه وانت لسه بتشوف اللوجو القديم. عشان نحل الموضوع دوت المطورين بيستخدموا حاجه اسمها الكاش كنترول هيدرز او الاي تاجز، اللي بتخلي المتصفح يعرف امتى يحمل الجديد. تخيل معايا كده موقع مشهور فجاه حصل عليه ضغط كبير، يعني مثلا لو نقول 1000 شخص فتحوا نفس الصفحه في نفس الدقيقه، ممكن السيرفر يقع فيها. لكن لو الكاش شغال بيشتغل زي حارس كده واقف عند باب السيرفر، بيقول له استنى، مش يمكن يبقى معايا نسخه، ممكن تاخدها بدل ما تزعج السيرفر. يعني مثلا لو في سي دي ان كاش او سيرفر كاش شغالين، السيرفر الحقيقي ممكن يخدم 10 اشخاص بالكتير، والباقي ياخدوا النسخه المخزنه عندهم بسرعه. وده معناه ان الموقع يفضل شغال بكفاءه عاليه حتى وقت الضغط العالي او حتى الهجمات. في طريقه في البرمجه اسمها الكاش الجانبي او الكاش اسايد باترن، بحيث لما التطبيق بيحتاج بيانات الاول بيدور عليها في الكاش، لو لقاها بيرجعها لك بسرعه، لو مش موجوده بيضطر يروح يجيبها من الداتابيز او من قاعده البيانات ويحطها لك في الكاش. يعني معنى كده ان عندك موقع تسوق مثلا، لما بتطلب تفاصيل منتج بيدور عليها الاول في الكاش، لو ما لقاهاش بيضطر يروح يجيبها من الداتابيز او من السيرفر ويحطها لك في الكاش، بحيث لو دخلت تدور عليها تاني تلاقيها موجوده وتظهر لك بسرعه. الكاش مش بس بيخلي الموقع اسرع، لكنه بيخلي تجربتك اذكى واسهل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وقولي في التعليقات هل جربت تمسح الكاش قبل كده، وهل حسيت بالفرق؟ واستناني في الحدوته الجايه. سلام.